غدا الأحمر الصغير في مواجهة الأبيض الإماراتي في نصف النهائي لبطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين المقامة في صلالة مدينة ظفار العمانية. تأهل منتخبنا متصدر للمجموعة الأولى التي ضمت منتخبات العراق، عمان، لبنان، حيث فاز في مباراة الافتتاح على المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف. وفي المباراة الثانية تغلب على أصحاب الأرض سلطنة عمان بهدف وحيد. وفي المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبدلاء تغلب على المنتخب اللبناني بهدفين دون رد. منتخبنا حقق العلامة الكاملة، سجل 5 أهداف واستقبل هدفا وحيد في الافتتاح من العراق. وتأهل الأبيض الإماراتي وصيفا للمجموعة الثانية خلف المتصدر المنتخب السعودي التي ضمت المجموعة الثانية الأردن وسوريا والسعودية. وفاز الأبيض الإماراتي على الأردن بهدف وخسر من سوريا بهدف، وتعادل في المباراة الثالثة مع الأخضر السعودي دون أهداف، سجل هدف واستقبل هدف. بالتوفيق لمنتخبنا الصغير غدا الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت سلطنة عمان. وفي المباراة الثانية يلتقي الأخضر السعودي مصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى أسود الرافدين المنتخب العراقي الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت سلطنة عمان. بالتوفيق للأحمر اليمني الصغير والوصول إن شاء الله للمباراة النهائية يوم الأربعاء القادم لملاقاة الفائز من المباراة الثانية بين المنتخب الأخضر السعودي والعراقي. تحياتي محدثكم نشوان الحاج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحقيق الأماني، طموحك عز وحضورك مشرف، وإذا قالوا الفخر قلنا يماني. يماني يا يماني اليماني، معك بالعزم تحقيق الأماني، طموحك عز وحضورك مشرف،